رمضان فرصة عمرك عشان تغير حياتك، بس في مشكلة. 90% من الناس بيضيعوا الشهر ده في النوم والسوشيال ميديا، وبعد ما يخلص يرجع يندم. ازاي تستغل هدوء رمضان عشان تطور نفسك وتطلع منه اقوى نسخة منك؟ تابع معايا للاخر وهقولك 5 طرق لو جربتها حياتك هتتغير للابد. اكشن. ازيك؟ كله بونو بونو. لو بتفكر تغير الفيديو ده استنى، المعلومة اللي جاية ممكن تغير حياتك تماما. رمضان مش بس شهر صيام، دي فرصة ذهبية عشان ترجع تظبط حياتك. بتلاحظ الهدوء اللي بيجي في الشهر ده، الجو الروحاني والصفاء النفسي والبعد عن الفوضى اليومية. السؤال هنا ازاي تستغل ده؟ المشكلة ان في ناس كتير بتضيع الوقت في رمضان، يا اما نوم يا اما سوشيال ميديا يا اما كسل، وبعد رمضان نرجع نندم. بس المرة دي هنستغل الفرصة. تعالى اقول لك بقى ازاي تستغلها. اول حاجة لازم تعملها انك تطور نفسك علميا ومعرفيا. خد وقتك في القراية حتى لو صفحة واحدة كل يوم، اسمع بودكاست، خد كورسات اونلاين، تعلم مثلا مهارة جديدة. رمضان فرصة عظيمة لده عشان ذهنك بيكون انقى. تاني حاجة نظم وقتك وحياتك، اعمل روتين جديد يناسبك بعد رمضان، خطط لاهدافك الجايه، خد ورقه وقلم واكتب اللي عايز تحققه بعد الشهر ده. تالت حاجه طور علاقاتك الاجتماعيه، العيله واصحابك مهمين. رمضان فرصه حلوه انك تقوي علاقاتك بدل ما تفضل ماسك الموبايل وانت قاعد وسط اهلك. رابع حاجه اهتم بصحتك ولياقتك، ما تخليش رمضان سبب في زياده الوزن والكسل، حتى لو تمرين بسيط في البيت جربه حتى لو 10 دقايق كل يوم. خامس واخر واهم حاجه، استغل الجانب الروحاني. حالات الهدوء دي مش بتتكرر غير كل سنه مره. عشان تعمل خلوه مع نفسك حاول تعيش اللحظه بعيد عن التوتر والسرعه اللي احنا عايشين فيه بقيه السنه. استغل الفترة دي وحاول تقرب من ربنا وتقرا القرآن وتكتر من التسبيح. مش هتخسر حاجة لو طول ما انت قاعد تقول لا اله الا الله، حتى مش متعبة. دلوقتي بقى تخيل لو انت حتى طبقت نص الافكار دي، بعد رمضان هتكون شخص مختلف تماما. ما تسيبش الشهر يعدي منك وانت زي ما انت. اسأل نفسك ايه الحاجة فعلا اللي انا محتاج ابدأها النهاردة. اكتب لي في الكومنتات ايه اول خطوة هتاخدها عشان تطور نفسك في رمضان، وخلينا نساعد بعض. ولو الفيديو ده فادك احفظه عشان ترجع له كل ما تعطل. ما تنساش تشترك عشان يوصلك كل جديد. وبس كده.